بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجاي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. هنيئا لهذه القلوب المحترقة على مصاب الحسن. أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن إلا بكى واستعبر. شنو سر اسمك يا أبا عبد الله؟ شنو هالبلسم اللي باسمك يا حسين؟ حسين يا حسين، حسين من أعماق قلبك، من أعماق قلبك حسين. زيارة مني ونيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان، وعن والدي ووالدي والدي، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، وبالخصوص من قلدنا دعاء أو زيارة، طاعة قربة إلى الله تعالى. إذا شئت النجاة فزر حسين. لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار. زوار الحسين تقول الرواية فإن خشع قلبك ودمعت عينك فهو علامة الإذن. يلا إذا قلبك محترق على الحسين ترى أذن لك في الدخول إلى حضرته. ثم ادخل وقل الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي هداني لولايتك وخصني بزيارتك وسهل لي قصدك. تقول الرواية ثم أت باب القبة وقف من حيث يلي الرأس الشريف. يلا آخذك خطوة بخطوة، خطوة بخطوة نزور. وصلتها قل السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله،
السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلجمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. تقول الرواية ثم انكب على القبر وقبل وقال بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا
أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية منه 9 أئمة حق لا 8 ولا 10 له القبة البيضاء بالطف لم تزال تطوف بها طوعا ملائكة غرور. يقولوا إذا قرأت هذه القصيدة يحضر صاحب العصر والزمان المعذرة مولاي ابن العرندس يسأل في قصيدته أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مغروب يعز عليها أن تراه على الثرى أيوا حسين ذبيحان بلا دفن يكفنه العفرو تقل غجية تخبرك بالجرب طف كربلاء على حسين وعترته والعائلة. منو غايغا زينب ساعد الله زينب ساعد الله قلب زينب تقول جيت خبريك بالجرب طف كربلاء أما فاطمة على حسين وعترته والعائلة صحت لكن بالبكى صوت اعتلى وسال دمعي على الوجهين مثل السحاب شلون على الرمضة تشوفينا طريق حسين شلون على الرمضة تشوفينا طريق معفر ومسلوب عطشان وذبيح خلافة بس زينب بقت تبكي وتصيح ودموم أجرى دموعها عظم المصاب بعد أم فاطمة الخيل من بعد الذبح داست عليه والله نيالك هالدمعة إذا راح تخرج بشيء من هذه الليلة بدمعتك على الحسين أما علمت أن هذه الدمعة تطفئ نار جهنم الخيل من بعد الذبح داست عليه
رضرضن ولا نفل ينغر عليه، ويلي بس زينب تنادي بين ذيه يا ابن أمي حسين ما تسمع جواب. اجت زينب، اجت إلى الحسين في ذاك الظلام في ذاك الليل، تقول له يا تالي هل يا حسين ما تنشد بعد عني، يا نور الذي بالعين يا ضيها الوقع مني. تقول لا غير الهدوم السود ولا يضحك بعد سني، إن كان انت رحيت يا حسين حزنك بالقلب ما راح. اسمع شو تقول، شنو حيرة على زينب. أجيم ويا الجسم يا حسين راسك من يروح وياه، لو أروح ميسرة ويا الراس جسمك من يدفنه هنا. هاي تسجب العبرات فوق الآه والويلة، ما بين الجسم والراس الهج والعيون شباح. تقل حزنها حزنها يا ريت سيوف لو داجي، حزنها يا على زينب الما فكت، حزنها حزنها يا ليالي الدهر عن عزها، حزنها يا وخلتها تون صبح ومسية، يا خلتها توين صبحا ومسي. السلام عليك يا ابن رسول الله علي بن الحسين، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة قتلتك وأبرأوا إلى الله وإليك منهم الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي
أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس. السلام عليك يا باب الحوائج. السلام عليك يا قمر العشيرة. السلام عليك يا من كسرت ظهر الحسين. السلام عليك يا شنو صار في مخيم الحسين؟ من راح أبو فاضل؟ أسألكم بالله. لذلك عجيب ملا عطية شلون يوصف يوم إجا الحسين إلى أبو فاضل شنو أول سؤال سأله لأنه يعرف قيمة أبو فاضل. يقول له ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة. قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة شلون عباسي تروى وينسبوا سكنة ورضيع. أراد الحسين أن يأخذ العباس إلى المخيم. يقول له خلني أشيلك للخيم عباس يا الغالي تنتظرك هناك الحرام عباس يا الغالي. شو يقول له؟ يقول له يا أخويا يا حزام الضغار وين وياك ظهر الكسار بعدك وتدري يا غالي وش كثر يصعب علي فقدك. شلون حاله؟ هذا أنا أبكي وأوين وأجري الدمع عندك يلي غيابك يا البطل هد حصني العالي بعد. وشلون خويا انظرك يصعب علي حالك فوق التراب مقطعة يمينك مع شمالك وهذا السهم يا بالفضل وسط النظر جالك والجود ما
المصيوب بسهم ومن العذيب خالي. أقرأ هالبيت وأسألك الدعاء. أريدك تتصور حال الحسين بلسان حال الحسين وهو يقرأ هذا البيت. تقول له انهض يا خويا ابو الفضيل، شيل العلم شيله. ليش تدريها عيد باب الخيام تنتظرك العيلة، وزينب حزينة والدمع منها انحدار سيله. يسعر قلبك من الظما وياها أطفالي. يوم اجا الحسين إلى المخيم اجا بدون العباس يا شيعان. يقولوا ما عرف يجاوب، راح إلى خيمة أبي الفضل العباس وأخذ العمود، سقطت الخيمة. لذلك زينب شنو صاحت بلسان الحال بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. أنشدك وين الصمادة وين عباس البطل، راح يجيب الماي ليا وما رجع شنو حصل. خوفتي يم الشريعة خويا عباس انقتل، أنا مناد وعباس